خلاص يا مش مصدقة ما خلصت الغباوة مش مصدقة يا ابني خلصت الغباوة ما خلصت الغباوة بتاعتك مش مصدقة. انا فعلا مش مصدق نفسي يا لمبي. اول مباراة الزمالك يلعب فيها كورة من ساعة مباراة الذهاب مع الوداد السنة اللي فاتت. الجماهير كانت فقدت الامل انها تشوف الزمالك بيلعب كورة السنة دي واقلمت نفسها على كده، لكن فجأة وبدون سابق انذار اتفرجنا على كورة، لا وكورة حلوة يعني ممكن اهو. بصمات ايناسيو بدأت تظهر على الفريق، لكن برضه مش هنتسرع في الحكم عليه. لو العروض اتحسنت كمان او على الاقل استمرت على مستوى مباراة النهارده كام ماتش كمان، جمهور الزمالك هيهتف للبرتغال واللي منها. الزمالك بيبدأ ب10 لعيبة بطريقة 4-2-3، الشناوي، علي جبر، الونش، على يمينهم اسامة ابراهيم وعلى شمالهم احمد فتوح، ديفندرين دونجا ومعروف، قصادهم 3 شيكابالا في اليمين، محمد ابراهيم في القلب، وستانلي اللي داخل بنفرين، وينج شمال احيانا وراس حربة غالبا. ال3 كلهم كده بربطة المعلم بيلعبوا تحت فراغ كبير. انا تعبت. ملخص اداء الزمالك في الشوط الاول ومعظم الشوط الثاني ان في كلام متقال، والاهم من الكلام اللعيبه نازله بروح وعاوزين ينفذوا الكلام ده. استحواذ، انتشار، ضغط، سرعه تمرير من لمسه واحده، فتح جبهات يمين وشمال وفي القلب، اصرار واضح على الفوز. مفيش فرص حقيقيه كتير في الشوط الاول، لكن تحس ان الزمالك هيكسب في اي لحظه، مع ان في ماتشات قبل كده تحس ان الزمالك لو استمرت المباراه 3 ايام ولا الهوا. ولان ربك عادل فبيكافئ دونجا وشيكابالا احسن 2 في الشوط الاول بجون لشيكابالا من استخلاص وترقيصه واسيست لدونجا. لا هو كده انا اعتبرت الكره دي جون خلاص، لان ما ينفعش كره زي دي تبقى فرصه وراحت وتتنسى، هي جون خلاص. اعتبروا كده النتيجه 1-0، وهو ده القانون من هنا ورايح. الفرصه الحلوه هنحسبها بجون، ما هو مش هنقعد تحت رحمه الحظ العمر كله. قبل كده سكتنا على الفرصه دي وقلنا معلش فرصه وراحت، ومعظمكم نسيها مع انها ما تتنسيش، وكان لازم تيجي جون عشان التاريخ يفتكر. فخلاص من النهارده الفرصه الحلوه اللي مش هتدخل هنحسبها بجون. فات زمن السكات ومات الكلام. حتى في جون ستانلي تحس برضو ان ربنا بيكافئ الفريق كله على الاجتهاد والروح وتنفيذ كلام الراجل. فهتلاقي فجأة وعلى غير العادة معروف يوسف استلم، وتقريبا لأول مرة من ساعة ما جه من الشرطة بيحط الكرة صح والقدام، وده شيء عظيم آخر 30 حاجة. وبيقرر ستانلي يشوط على الطاير، فما بتلبسش في رجله وبتقلش، بس بتدخل. ويا عالم يمكن لو كانت لبست صح كانت هتطلع بشكل مستقيم ويشيلها الحضري، لكنه التوفيق يا سادة بيروح للمجتهد اللي بيحاول. ويستمر الزمالك في ادائه القوي في الشوط ده اللي بيسيطر عليه اداء ونتيجه وروح، وكله بايه؟ ب10 لعيبه ومن غير راس حربه. فتخيلوا لو الفريق كامل وعنده راس حربه كان عمل ايه؟ الشوط ده انجاز في حد ذاته، واثبت ان دونجا وفتوح مكانهم في التشكيل الاساسي بشكل مستمر، ومايوكا مكانه في لوساكا وسط اهله وناسه. واثبت كمان ان مفيش داعي حد يحسب ركنيات للزمالك لانها تضييع وقت وحرق الاعصاب. مش ممكن كميه الركنيات اللي كلها بتتنفذ زي بعضها وبتترفع بعشوائيه ومفيش منها اي فايده ولا بتوصل لاي حد، وبتبقى بدايه هجمه مرتده خطيره للمنافس، ده اذا ما ختمتش بجون، واسالوا المقاولين. ولسوء حظ الزمالك شيكابالا ودونجا افضل 2 في الزمالك عملوا حادثه مع بعض في نص الملعب، نتج عنها خروج شيكابالا بين الشوطين ودونجا بعد 10 دقايق من الشوط الثاني، والاثنين كانوا نجوم الشوط الاول. يليهم على طول وخير اللهم اجعله خير معروف يوسف، اللي فاجئني النهارده باداء مختلف، تمرير صح ومعظمه طولي، بيتحرك صح وبيظهر لزمايله صح، بيقطع من غير فاول وبيشوط داخل حدود الملعب. انا مش هفرح خالص الا لما اشوف الاداء ده كام ماتش ورا بعض. احتمال معروف يكون تاب وقرر يعوضنا عن الايام الملونه اللي بيوريها لنا. شوط تاني بيبدأ بتعادل دجلة من كورنر، وبدأ القلق يحط رجله في الملعب وعلى دكة بدلاء الزمالك وفي المدرجات في ظل نشاط دجلاوي بعد التعادل، واهتزاز زملكاوي اللي خسر تغيير بخروج شيكابالا ونزول مصطفى فتحي المستمر من بداية الموسم في تقديم نفس المستوى اللي خلى معظم الجماهير حاليا بتنادي باحترافه. وتغيير تاني من توابع حادثة الشوط الاولاني بنزول ريكو بدل دونجا، والتغيير ده تحديدا بيقول لنا ان الراجل قرر يعتمد في مركز الديفندر على لعيبة الكورة، بدليل نزول ريكو مش ابراهيم صلاح. واخيرا ايناسيو عرف غلطته بنفسه وشكله اتخنق زينا، وقرر انه طالما عايز يكسب يبقى لازم يلعب براس حربة، فقرر يدفع بحسام باولو مكان مجموعة لعيبة مش موجودة،
وعلامة استفهام كبيرة أصلا على وجود باولو على دكة البدلاء للأخ مايوكا بوزنه ده ومستواه ده. وحتى لو بتلعب مايوكا عشان تشوف له بيعة بالشكل ده مش هتلاقي له حتى نادي في الدوري المصري ياخده. الطريقة الوحيدة لتسويق الأخ والخلاص منه مش إنك تلعبه، الطريقة إنك تخفيه خالص، لأن بالشكل ده هيقعد في قرابيزك، وهو محدش هيعاين الزبون ده بالشكل ده ويقرر إنه يدفع فيه فلوس، ده بالكتير كده تمنه هيبقى سندوتشات. باولو رغم انه لعب 25 دقيقة تقريبا الا انه كان من نجوم الشوط الثاني مع معروف، الراجل تحس انه راس حربة بجد، تحركات وتمركز في اماكن صح وايجابية على الجون، عمل 3 فرص خطيرة على الجون وساند اللي طالعين من تحت، وندمنا على الساعة اللي ضاعت في اللا شيء قبل ما ينزل. وبرضه رغم ان النتيجة تعادل وانت بتتفرج جواك احساس ان الزمالك هيكسب، بيبان من الشكل العام. وفعلا محمد ابراهيم اللي لعب واحدة من افضل مبارياته، لا من افضل ايه، لعب افضل مبارياته من ساعة ما رجع من الاصابة، بيجيب الجون التاني، لا وايه بدايته من كورنر وسكند بول بشوطة وجون ومكسب واداء، كل ده في يوم واحد. لا 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 لا, لا. كده كتير والله، يعني كله كده بقى تمام؟ طبعا لا. الثقة في الفريق هترجع وفي المدرب هتتأكد باستمرارية الاداء القوي وتكرار جمل تكتيكية محددة. في مجموعة ملاحظات في السريع لازم نقولها. أسامة إبراهيم المفروض باك يمين، والمفروض من واجباته الأوفرات، لما الماتش يخلص وما عملش ولا أوفر صح وكل الأوفرات مقطوعة من أقرب نقطة يبقى في حاجة غلط. دونجا نموذج للديفندر الكومبو 3 في 1، ديفندر بيقطع من غير فاول وشويط وبلاي ميكر، يستحق ياخد فرصته كاملة ويستمر لفترة طويلة لأنه مشروع لعيب عالمي بمعنى الكلمة. معروف لو فعلا أداؤه بيتطور والماتش ده مش استثناء تبقى معجزة كونية. حسام باولو بلا منازع احسن مهاجم في قائمة الزمالك السنة دي، والكلام ده مفيهوش فصال، واثبته النهارده على ارض الواقع بمستواه وروحه بعد ركنته لفترة طويلة. الشناوي فايق ومركز وواقف على رجله صح ومتابع المباراة كلها، عشان كده كان دايما في المكان الصح في الوقت الصح، وده بيدي ثقة للمدافعين اللي قصاده وبيرفع من ادائهم هم كمان. الزمالك الى حد كبير منضبط جدا تكتيكيا، دفاعه بقى منظم ومستواه ثابت، الاطراف بدأت تشتغل هجوميا ودفاعيا، ينقصوا بس جمل تكتيكية في الكور الثابتة، وباولو يتثبت كام ماتش راس حربة، واللياقة البدنية تتحسن كمان مع شوية رجيم لشوية لعيبة، والدنيا هتزهزه في اللي جاي. كلمة أخيرة، واضح جدا ان الراجل عاوز يشوف الناس كلها على ارض الواقع وبيدي فرص للكل، اللي مش هيمسك في فرصته هتبقى مشكلته لوحده ولا يلومن الا نفسه، وقد ازعر من جنزر.